رحلة إلى عين فيتال، جو خيالي وسط طبيعة إفران. السلام عليكم ومرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم غادي نديكم معايا في واحد الرحلة الجميلة من مدينة فاس. الوجهة ديالنا هي عين فيتال بمدينة إفران، واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في المغرب. إذا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك والإعجاب والاشتراك. بدينا الرحلة ديالنا من مدينة فاس وخدينا الطريق في وسط مناظر طبيعية زوينة حتى وصلنا لمنطقة إيموزار كندر. درنا واحد الاستراحة في إيموزار، وقفنا شوية باش نرتاحو، شربنا قهوة وأتاي ودوزنا واحد الوقت زوين مع الدردشة وسط الأجواء الهادئة. لا لا بتلصقنا في لا تاع غيبون. التحية للمعلم ديالنا. السلام عليكم سي نور الدين. السلام سيدي، كي داير الامور مزيان؟ الصحه لاباس؟ دابا حاليا يعني اش من مدينه هذه هذه سيدي مدينه ايموزار، مدينه الراحه. تبارك الله. شنو ممكن تقول لنا على هذه المدينه هذه؟ المدينه فيها الجو مزيان وفيها الراحه مزيانه وما فيهاش لا ستريس وما فيها البوتياج، ما كاينش ديال الحديد ديال كل شيء. الانسان بغى يرتاح يجي لهذه المدينه. يعني واحد المدينه متواضعه، ماشي متواضعه، مدينه في المستوى. اذا حطينا الرحال في المدينه ديال الخصم ديال ايموزار. اللي بغى يجي لمدينه ايموزار، اللي بغى يتسارع، تبارك الله ما شاء الله، واللي يبغى يحيد لا ستريس ديال السيمانه ديال الخدمه كامله ديالو يجي لهنا لايموزار. تبارك الله عليك بالصحه والراحه. غادي ندوزو عند سي البقالي. تحياتي لعم سيدي. هذه مدينة جميلة جدا وفي المستوى. واش كنبغيو ناخذ الراحة ديالنا كنجيو ناخذو نفس، يعني فيها واحد المتنفس زوين كيرتاح الانسان. واحد المساله كنلاحظها السي البقالي، واش القهوه ضروريه بالنسبه لك نتايا؟ ضرورية القهوة لأن هي اللي كتنشط لنا العقل ديالنا وكنفتحو بها الدماغ. اذا بلا بها يعني كيحس الانسان اللي ما مرتاحش، راسو مزير شويه، يعني باش كتبدا النهار ديالك يعني مرتاح ناضي. ضروري بالكافي. سي رضا، سي يوسف، تحياتي ليك. كي داير سيدي لاباس عليك؟ انت بخير؟ كي جاتك هذه المدينه هذه؟ اخويا مريحه. انا شخصيا كتعجبني موزار وكيعجبني افران، بالنسبه لهم فيهم الراحه شامله. اذا مزيان الواحد مره يزور هذه المدينه هذه. ضروري الانسان يخرج يتنفس، ما عندك ما يدار تطلع للموزار وشرب قهوه كحله تحيد لك من الوحله. واحد المساله، واش كيقولوا بان القهوه كحله واش حتى هي يعني فيها ادمان؟ ضروري، يعني عاده كيولفها الواحد. هذه ضروري الا ما شربتيها شاي وكنتي كيتكلش المزاج ديال الدماغ. هذه قهوه كحله. تبارك الله عليك بالصحه والراحه. حفظك الله. بون غوت ان شاء الله، يعني مازال مكمل ان شاء الله السفر ديالك ان شاء الله مع الاصدقاء والحباب والخوت. تبارك الله عليك، الله يخلينا ديما مجموعين. امين. السلام عليكم متابعينا، كما كتلاحظوا معايا هنايا حنا يعني ان شاء الله حطينا الرحال يعني في مدينه موزار يعني مدينه متواضعه اللي كيترأس يعني الجماعه ديالها السي الخصم البطل العالمي المغربي. تبارك الله ما شاء الله، يعني مدينه فيها جميع المرافق، يعني الجو ديالها معتدل بالنسبه للصيف. بالنسبه للناس ديال مدينه فاس راه قريبه. حطينا الرحال في مدينه إيموزار، المدينه اللي معروفه بالطبيعه ديالها، الجو الزوين والمنتوجات المحليه اللي كتميزها. غادي نديرو جوله وسط السويقه الاسبوعيه ونكتشفوا شنو كيتباع فيها من خيرات المنطقه. اول حاجه شدت الانتباه ديالي هي هاد السيده اللي كتبيع الكرموس او التين. في هذا الموسم كيكون حاضر بقوه وكيتعتبر من الفواكه اللي كيعشقوها المغاربه، خصوصا ملي كيكون بارد ومازال طري. الكرموس ديال هاد المنطقه معروف بالمذاق ديالو الحلو والجوده ديالو، كاين اللي كيجي غير باش يشريه من هنا. من بعد دخلنا لقلب السويقة، وهنا كتبان فعلا خيرات المنطقة. كتشوف تشكيلة كبيرة ديال الخضر والفواكه، كل شيء باين عليه طري وجاي مباشرة من الضيعات والحقول القريبة. كاين الطماطم والفلفلة البطاطا البصل
الجزر، القرعة والخيار، الفاصوليا واللوبيا الخضراء، وزيد عليهم الفواكه الموسمية بحال التفاح، الخوخ، العنب والإرجاص حسب الموسم. الجميل في هذه التسويقة هو أن أغلب المنتوجات محلية، يعني كتوصلك طازجة وبثمن مناسب، وهذا اللي كيخلي بزاف ديال الناس يفضلوا يتسوقوا من هذه التسويقة ديال إيمو الزار كندر. ومن بين أشهر المنتوجات اللي كتميز إيمو الزار كندر كاين العسل الطبيعي. المنطقة محاطة بالغابات والنباتات العطرية، وهذا كيعطي للعسل مذاق وجودة خاصة. كتلقى أنواع مختلفة بحال عسل الزعتر، عسل الأعشاب، وعسل الزهور، وكل واحد عنده النكهة ديالو والفوائد ديالو. بزاف ديال الزوار كيحرصوا ياخدو معاهم العسل كهدية أو للاستعمال بالنسبه اليومي. لهاد العسل هادي شنو المكان ديالها؟ يعني مزار، يعني محليه؟ لا خارج على موسى شويه. أوكي. وبالنسبه للناس مثلا اللي بغاو مثلا يكومونديو عندك وبعادي، واش كتصيفط لاي بلاصه تقدر تصيفط ياك؟ ماشي مشكل. هكا. والرقم التليفون ديالك شحال؟ حيد 07 06 15 56 15. تبارك الله عليك. وما نساوش قسم الخاص باللحوم اللي كيعرف حركة كبيرة في السويقة. كاين لحم الغنم، لحم البقر والدجاج البلدي وحتى الماعز عنده بعض الجزارين. الناس كيجيو بكري باش ياخدو اللحم طري، خصوصا اللي كيعرف الجودة ديال المواشي اللي كتربى في هذه المناطق الجبلية واللي كتعطي اللحم بنكهة مميزة. صراحة السويقة ديال إيمو الزار كندر ماشي غير مكان للبيع والشراء، ولكن كتعتبر فضاء كيعيش فيه الإنسان الأجواء الأصيلة ديال الأسواق المغربية، وكيكتشف فيه خيرات المنطقة ومنتوجاتها الطبيعية. من بعد ما سالينا الجولة ديالنا في السويقة ديال إيمو الزار كندر، شدينا الطريق في الاتجاه ديال مدينة إفران. بصراحة هاد الطريق بوحدها كتستاهل الزيارة، حيث المناظر الطبيعية كتاخد العقل. كل ما كتزيد تقدم للأمام كتشوف الغابات من الجهتين، الأشجار العالية والهواء النقي اللي كيخليك تحس براحة ما كتلقاهاش في كل بلاصة. الجو كان بارد ومنعش، والطريق كلها هدوء وطبيعة، وكل دقيقة كتخليك تستمتع أكتر بهذا الراحة. ومن بعد هذه الرحلة الزوينة وصلنا لمدينة إفران. من أول ما تدخل المدينة كتحس بالفرق، النظافة، التنظيم والهدوء اللي كيميزها. إفران مدينة كترحب بالزوار ديالها، بالجمال ديالها، بشوارعها المرتبة والخضرة اللي محيطة بها من كل جهة. الجو فيها بارد حتى في الأيام اللي كتكون فيها الحرارة طالعة في مدن أخرى، وهذا الشيء هو اللي كيخليها من الوجهات المفضلة عند بزاف ديال المغاربة. من بعد ما وصلنا كانت الوجهة ديالنا هي منتزه عين فيتال، واحد من أجمل الأماكن الطبيعية في إفران. أول ما دخلنا استقبلتنا الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء اللي كتعطيك الإحساس وكأنك داخل غابة طبيعية. المكان هادئ والهواء نقي، وكل شيء كيشجعك توقف شوية وتستمتع
بجمال الطبيعة. وفي وسط هاد المنتزه كاين عين فيتال، المياه ديالها باردة وصافية والناس كيجيو ليها باش يرتاحوا ويستمتعوا بالأجواء المنعشة ديالها. صوت الماء مع زقزقة الطيور ونسيم الأشجار كيصنعوا واحد الجو صعيب توصفو بالكلام. بصراحة إلا كنتي باغي تهرب من الضجيج وتدوز نهار وسط الطبيعة، في عين فيتال كتبقى من أحسن الأماكن اللي خاصك تزورها في إفران. بارد ومقلص. عاد راه كانت فين راه شويه الله يعطيك الرضا الله يحفظك. هذه العين، حنا وصلنا للبلاصه ديال العين. هذه عين فيتال كما كتشوفوا معايا. من بعد ما وصلنا لعين فيتال لقينا بلاصة زوينة وسط الطبيعة، وحطينا الرحال ديالنا، فرشنا، خرجنا الحوايج وجلسنا شوية باش نرتاحو من بعد الطريق. أول حاجة كتحس بيها هي الهدوء ديال المكان والهواء النقي والمناظر الخضراء اللي كتعطيك راحة نفسية كبيرة. رغم الهدوء المكان كان عامر بالناس، عائلات ومجموعات جايين من مختلف المدن المغربية، كل واحد جاي باش يدوز نهار زوين وسط الطبيعة، يتغدى يرتاح ويهرب شوية من صداع المدينة. من بعد الراحة بدينا كنوجدو المائدة ديالنا، حاولنا ما أمكن نشعلو المجمر والحمد لله وجدناه وبدينا نطيبو الشوا. كانت معنا شوية ديال الكفتة واللحم الغنم وزدنا عليهم واحد التلاحة باردة باش تكمل الأجواء الصيفية. جلسنا كاملين وسط الخضرة وكل واحد كيساهم في التوجاد والضحك والهضرة، زادوا عطاو المكان واحد النكهة خاصة. صراحة الماكلة وسط الطبيعة عندها واحد المذاق مختلف، والهواء النقي كيخلي كل حاجة ألذ وأحسن. من بعد الغداء بقينا مستمتعين بالمكان، كندورو بين الأشجار، كنستمتعوا بصوت الماء وكنستغلوا كل لحظة في الهدوء والجمال اللي كيميز عين فيتال. مع اقتراب وقت العصر مشينا أدينا صلاة العصر ورجعنا كملنا الجلسة ديالنا شوية مستمتعين بالأجواء حتى قرب وقت الرجوع. وقبل ما نغادروا حرصنا نجمعوا جميع الأغراض ديالنا ونقيو المكان اللي جلسنا فيه باش يبقى نقي كيف لقيناه، لأن المحافظة على الطبيعة مسؤولية ديالنا كاملين. وبصراحة كانت خرجة زوينة بكل المقاييس، جمعات بين الطبيعة والراحة والأجواء العائلية الجميلة وخلت لنا ذكريات غادي تبقى راسخة في الأذهان. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم هذا الفلوق ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم والعائلة ديالكم، وتكتبوا لنا في التعليقات شنو أكثر حاجة عجبتكم في هذا الفيديو، ونتلاقاو إن شاء الله في فلوق جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. المناطق ديال المأكولات بغا ياكل شي حاجة، هذه البلاصة ديال منتوجات محلية، ديكورات، شي حاجة أثرية تقدها شي واحد الوليدات. حاليا حنا متجهين للعين اللي كاينه في المنتزه ديال العين فيتال، البلاصه اللي غنعمروا فيها ان شاء الله الماء، نعمروا منها الماء كما كتشوفوا معنا. يعني الناس جالسين، هذا هو المنتزه عين فيتال.
هادوز بحدا السبع دابا. الاسد اطلس. سبع باع.